أكثر لاعب المنتخب الجزائري بتحبيه؟ لا كلهم بس اكثر واحد يعني ساندني وتبعني في البرنامج هو مجيد بوقرة، فنوجه له تحية. تحية لك. مجيد بوقرة. النقد الإعلامي هون سؤال بيقول إنه هو ذو معيارين، يا أما بيعرقل لك المسيرة يا أما بيساهم أكيد بتقدمك، كيف حتواجه النقد اللي ممكن تتعرضي له؟ وأنت إعلامية طبعا انا نتقبل كل شيء، نتقبل النقد البناء ونتقبل النقد هذاك اللي يعني نقد هدام، يعني انه في ناس تتعمد انها تنقدك حتى تحطمك، لكن انا كل الانتقادات نتقبلها بكل روح فنيه. طب كان هسه بدي أعرف شو صار معك، يعني كان عندك جمهور كثير كبير بالمغرب، وشو صار بقص يعني شو عملتي أنت لهالقد فانز المغرب زعلانين منك؟ والله انا بصراحه تفاجأت لما طلعت شفت الفانز المغربي يعني مولع الدنيا برا. اول شيء ما استوعبش الموضوع لانه اصلا ما عرفتش وشنو هو السبب، لانه ما بعرف يعني انا حكيت شيء او حكيت عن موضوع هم فهموا الموضوع يعني بطريقه ثانيه. انه بين قوسين فهموا انه انا سبيت المغرب وحكيت عن انهم استغفر الله يا ربي سحارين او مشعوذين. انا عمري ما قلت هذا الكلام، حتى في فيديوهات في ستار اكاديمي، الفيديوهات اللي من خلالها هم بناوا هذا الاعتقاد، لكن انا عمري ما سبيت المغرب ولا عمري لا اتهمتهم بشيء، لانه كل بلد كل العالم عندهم هذه الاشياء، عندهم سحر وفي شعوذه في كل بلدان العالم. يعني شو ليش اللي انا بالتحديد انه سب المغرب او ابدا؟ انا كنت بحكي عن موضوع ثاني نهائيا مختلف عن الشيء اللي هم فهموه، ونكرر ونقول انا دائما انه انا مسؤوله فقط عن الشيء اللي يطلع من فمي، الشيء اللي نقوله، مش مسؤوله عن فهم الناس. انه ممكن كان في ناس قاصده انه تعمل هذا الشيء حتى تعمل فتنه بين بلدين او بين مشتركين، ممكن لانه شافونا كنا بزاف قراب من بعضنا انا والمشتركه المغربيه ابتسام. وانا ما عندي اي شيء ضد اي بلد، لا المغرب ولا ابتسام ولا اي انسان في العالم ولا اي بلد، لانه انا ربي شاهد على كلامي. انا عمري ما كان عندي مشكل مع ابتسام، وانا لحد الان رغم كل شيء نحبها، وكنت حابة انه الوضع يكون احسن من هذا. لكن لو يعني هم مصممين انه يفهموا كلامي كما حبوه هما، انا بنفسي وشخصيا باسمي وباسم كل الناس اللي تشوف فيا نقول لهم نعتذر عن سوء الفهم اللي صار. نحن كثير بنحبك. وانا كمان. Thank you.